الكرامة غضب والمحبة غضب، والغضب الأحلى بلدي. مر أسبوع على بداية إضراب الكرامة، بلشنا بالمرحلة الثالثة. لحد الآن البداية كانت موفقة، حتى حلب ودمشق المدينتين اللي يؤخذ عليهم متأخرين عن مواكبة باقي المدن ثوريا شاركوا، كان في إضراب وكان في عصيان، شيء كتير منيح. ولكن حتى نحقق النصر المطلوب لازم ندرك إنه أثر العصيان بيجي تراكمي مو لحظي، بالتالي لازم نستمر وبنفس القوة. كمان لازم كلياتنا نطلع على مراحل العصيان، مراحل إضراب الكرامة. ليش؟ حتى تكون ضربتنا ضربة رجل واحد، ضربة منظمة، يعرفوا إننا ما عم نلعب، إننا منظمين عارفين تماما وين رايحين وشو بدنا. شو أهمية إضراب الكرامة؟ نظام المزرعة الأسدية على مدى العمر اللي راح كان مفهمنا إنه الشعب بيستمد وجوده من الحكومة. هن اللي عم بيطعمونا، هن اللي عم بيشربونا، هن اللي عم بيلبسونا، هن اللي عم بيصرفوا علينا. احنا مستمدين وجودنا وقوتنا من وجودهم، فإذا ضاعوا ضعنا. يعني اتجاه القوة هابط من النظام إلى الشعب. الثورة بقى وإضراب الكرامة إجوا ليقلبوا هذا المفهوم. إجا الوقت لنفهم النظام إنه القوة بإيدنا نحن اللي بنعطي النظام الوجود لما بندعمه، ونحن اللي بنطيره لما بنتوقف عن الدعم. نحن اللي بنطول عمر النظام، ونحن اللي رح نقصف عمره لما نستمر بالعصيان ونوقف حركة المؤسسات بالدولة حتى يصاب بالشلل التام. يعني اتجاه القوة صاعد من الشعب إلى النظام وليس العكس. مين لازم يشارك بإضراب الكرامة؟ إذا تأكدت إنك إنسان طبيعي غير آكل للحوم البشر، وإنه اللي عم يمشي بعروقك هذا دم مو حنفية مي، يبقى لازم تشارك. عسى يكون إضراب الكرامة يجب ما قبله. إذا لا شاكك في الأمر فأنت معفي، ويستمر العصيان حتى سقوط الطغيان. الكرامة غضب والمحبة غضب، والغضب الأحلى